السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله راكم كامل بخير وبصحة وبعافية يا رب العالمين. نبدأ كما العادة بالصلاة والسلام على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. أني جيت وجبت لكم وصفة اقتصادية بسيطة سهلة وفي وقت تظريف، يعني خفيف، تكون طابت معاكم هذه المقلة. لمحبين الخضار يعني راح تساعدهم وتجيهم على القسطو. اللي ما يبغوش الخضار صدقوني هذه الوصفه تولوا رايحين مدمنين عليها وتولوا تعتمدوها في اطباقكم. كما راكم تشوفوا لنا درت خضر مشكله اللي هي زروديه وغورجات بطاطا، فيها فوائد بزاف للدراري صغار اللي عندهم ولادهم ما يبغوش هذه الخضار، ماذا بكم ديروهم لهم باسكو فيها بزاف الفوائد للدراري. نغسلوهم نقطعوهم نديروهم يفوروا مع شويه نتاع الملح، ما نكثروش الملح. وبجيه نجيبو مقله نديرو فيها كميه نتاع الزيت قسم 4 ملاعق كبار ولا 2 ملاعق حسب الكميه اللي راح ديريها. درت فيها 3 فصوص نتاع الثوم، هكا نعطي لهم تقليبه خفيفه، نبدا نقلي في هذاك الثوم حتى يديلي اللون الذهبي. كما نعرفوا الثوم ينكه الزيت ومليح في الاطباق تاع القليان، يعني اي قليان ديريه تشكشوكه شرموله ولا تبغي الثوم. هنا بعد ما دالي اللون الذهبي هذاك الثوم نزيد نفرغ عليه كميه تاع الخضار المشكله اللي كنت فورتها. بعد ما طابت لي مليح ندير عليها لي زيبيس اللي هي كمون، الشرموله تبغي الكمون، الزروديه تبغي الكمون كما معروفه. ندير شويه نتاع الحرور اللي هو فلفل اسود ولا الابزار، نديروا عليها مغرف صغيره نتاع الكركم، ونديروا فلفل احمر حلو ولا كما يسموه العكري، بابريكا، الحمار كما في منطقتنا نسموه الحمار. وديري كميه نتاع الملح ما تكثريش، الا كنتي دايره نصف الكميه في التفوار زيدي نص الكميه في المقله، الا ما درتيش في التفوار ديري الكميه تاع الملح اللازمه في المقله. نخلطوهم مليح مليح، نزيدوا للنار، نخلو هذيك الخضار تشرب هذيك لي زيبيس وتشرب الثوم وتتنكه لي مليح مليح مليح. نبقى مره على مره نقلبها ومن بعد نقص للنار ونخليها تتنكه في راحتها، يعني ما نغصبولاش في النار وما تنحرقناش باسكو ما كان حتى كميه تاع زيت راهي زايده في هذه المقله. نكونوا بجيه ضربنا شويه نتاع البيض، 3 حبات 2 حبات 4 حبات الكميه اللي كي باغيتها. نعرفوا التشكشوكه والشرموله وكاع يبغوا البيض، اما لا ديري الكميه اللي تساعدك والحبيبات اللي يساعدوا. تبغي البيض زيدي معاه فخوماج زيدي معاه، ما عندكش الفرماج نورمال طيبي غير هكا غير بالبيض والمعدنوس. ما ننساوش الشرموله هذه تبغي تتنكه بالمعدنوس، الا ما كاش متواجد عندك داك الحشيش نورمال تقدري تستغني عليه وديري البيض وحده كما راكم تشاهدوا هكا في الصوره. درت عليه داك البيض دخلته بالفرشه داخل هكا في ديك الخضار، خليته يطيب من الداخل ما يبقى لي شاكك يخضر، يزيد يطيب يكمل طيابه وراح يعطيني وحده البنه ما نحكي لكمش عليها. صدقوني هذه الشرموله كي تعتمدوها وتطبقوها رايحين تخلوا لي رايكم في التعليقات ورايحين تشكروها بزاف بزاف. هنايا بعد ما طفيت عليه راح نحط لكم في صحن التقديم. شوفوا ما شاء الله داك الشكل شهي، ان شاء الله شهيتكم في الجنه. ما تنساونيش بدعمكم بالاشتراك بارطاج والجيم. راح نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، وصفه اقتصاديه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.